اسمي رحاب عبد الحكم، خريجة فنون تطبيقية قسم جرافيك. اشتغلت 16 سنة مصممة جرافيك. وبعدين حبيت ان انا اعمل نفسي من الهاند ميد، فاخترت مجال الجلد. بالنسبة بقى للشغل بتاعي انا دلوقتي هعمل، فكرت ان انا دلوقتي هرسم على محفظة حريمي. فببتدي الاول ان انا اصمم الشكل اللي انا عايزاه، سواء اي حاجه انا عايزاها ببتدي الاول ان انا ارسمها. وده اللي انا استفدته من اشكال كتيره، بشوف انا هنفذ ايه منها. ولما بستقر على شكل ببتدي انفذه على الجلد. بختار حته الجلد المناسبه اللي انا هشتغل عليها، وهختار الرسمه اللي انا هشتغل عليها. انا اخترت الفن الشعبي، هعمل بيه لاين كامل. هبتدي دلوقتي انقل الرسمة دي على الجلد. وانا بنقل الرسمة بحافظ على تفاصيلها، عشان وانا بلونها اقدر انقل الروح اللي انا عايزة انقلها فيها. الفن الشعبي ده فن مليان موتيفز كتير، ممكن استخدم منها اللي انا عايزاه. انا كده نقلت الرسمة، هبتدي بقى الونها. هختار الباليت الالوان اللي انا هستخدمها وهبتدي اجهزها. دي الوان اكريليك انا بستخدمها لما بحب الون على الجلد، الجلد اللي هو اللي مش واخد اللون الطبيعي. انا كده حددت الصورة، حطيت البيز بتاعها بالالوان الاساسية بتاعتها. بعد كده بقى هبتدي اركز في التفاصيل. انا كده بدأت احدد ملامحها، بدأت ارسم العينين واحدد الملامح بتاعتها. هبتدي الون بقى الاكسسوارات بتاعتها. ده شكل الاكسسوارات بتاعتها. هبتدي بقى الون المنديل بقوية اللي هي لابساه. هبتدي بقى احط الرتوش الاخيرة في الرسمة عشان يبقى جاهز. انا كده بالنسبه لي الرسمه جاهزه ان انا خلاص اقفلها واعملها بورتوفيه.
انا هبتدي استخدم السبونج عشان ابتدي اعمل المساحات الغامقه اللي بره اللي انا عايزه اغمقها، عشان عايزه اعمل سبوت على على الفلاحه نفسها. ده الشكل اللي انا وصلت له. هبتدي بقى اقفلها علشان تبقى محفظه. هنبتدي دلوقتي مرحله التخريم. ده المكبس وبيتركب فيه الشوك بتاعته، وهبتدي اخرم دلوقتي. انا طبعا عامله علامات لخط الخياطه عشان يطلع مظبوط، وعلشان احافظ على الخياطه دايما تبقى اخر سن في الشوكه مع اخر اول سن في الشوكه مع اخر خرم في الشوكه اللي فاتت. بختار طبعا مسافه الشوكه اللي انا عايزاها، وابتدي اكمل بيها شغلي كله. كده انا خلصت التخريم. هبتدي بقى اركب الجيوب وابتدي خيط. جهزنا الجيوب بتاعه المحفظه، هنبتدي نخيطها. الخيط ده بيبقى خيط قطن متغطي بالشمع، وبنخيط بالإبر بتاعه الكنفه. بخيط بإبرتين عشان تبقى الخياطه منتظمه. هبتدي بقى اخد المقاس اللي انا محتاجاه. باخد المقاس بتاع الخيط اللي انا محتاجاه عشان ما يبقاش ما هدرش في الخيط، في نفس الوقت الخياطه تبقى مظبوطه. باخد المقاس بتاعنا 3 مرات. انا خدت حرف الخيط الاولاني حطيته في الابره الاولانيه، والحرف التاني بحطه في الابره التانية. هبتدي هثبت هلزق الاول الطبقتين دول في بعض. هنبتدي نلزق الجيوب. هجيب اللزق وهلزق على المتحرك. هبتدي اثبت الجيب. انا طبعا واخده مقاساتي في الاخرام الطبقتين زي بعض بالظبط، بحيث ان لما اجي اخيط الاخرام كلها هتبقى ماشيه مع بعضها قدام مع ورا. هبتدي اخيط. هدخل الابره في اول خرم كده، والابره التانية في تاني خرم. وهبتدي بالتبادل اخيط. ده شكل الخياطة، تطلع كأنها خياطة مكن بالظبط. ده بيكون شكل المحفظة او البورتفيه الحريمي بعد ما بيكون اتقفل. ركبنا السوستة بتاعته وعملنا له جيوب. ده بيبقى شكله.